ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم القشطوطه، بجد حاجه عظمه بجد. شايفين الروعه والجمال؟ حاجه بتتكلم عن نفسها في منتهى الروعه والجمال. خطيره بجد. بصوا الجمال، بصوا العظمه. بجد تستحق التجربه. الكيكه دي بجد تحفه، وبرده بتاكل بارده، يعني حاجه كده ترطب على القلب. إيه دي تاني كيكه اعملها معاكم، يعني تنفع لحر الصيف، وبجد حاجه خطيره. هنعملها بقى بأحسن من اللبن بنفسه، يعني ملهاش حل. ممكن أي نوع كيكة. أنا هعمل معاكم الكيكة الإسفنجية زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى في العجين، وممكن نعملها بالمضرب اليدوي عادي. أقصد مضرب الكهرباء. زي ما انتوا شايفين كده، 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت عليهم 3 أظرف فانيليا. طبعا مهم جدا نحط معلقة الخل الصغيرة دي عشان الزفارة، وبرده بتعلي معانا بتخليها كيكة هشة ومرتفعة، يعني زي المحسن كده بالظبط. معانا نص كيلو سبونج فانيليا. انا بستخدم جولدن باك، احسن نوع بجد بالنسبه لي. يعني انا جربت انواع كتير جدا، يعني جولدن باك ده ممتاز جدا، هش وخفيف وجميل قوي. بحط معاكم المضرب زي ما انتم شايفين كده، وهنزل العجان وهشغله على اهدى سرعه في الاول، وبعد كده هبدا اعلي. وطبعا معروفه يعني بان العجان بيشتغل على 10 دقايق، مش اقل من كده، ممكن يوصل ل 12 دقيقه. وطبعا المراحل بتاعتي انتوا هتشوفوها قدامكم، انا هسيبكم تشوفوا المراحل بتاعتها، تغيير شكلها يعني طبعا هتعلى وتعيش معانا. شايفين بدأ شكلها يتغير وتفتح وتهيش وتزيد. الكيكه دي يا جماعه بصراحه يعني تحفه. شايفين شكلها اتغير خالص ازاي؟ فتحت وهاشت وبقت شبه المارنج زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المحلات كلهم بيعملوا القشطه بالطريقه دي، يعني بتبقى بالسبونش اللي هو الجاهز. ده السبونش الجاهز. لو حابين تعملوها كيكه يعني عاديه، كيكه الشاي العاديه، اي كيكه مثلا، او السبونش البيتي، تمشي الحال برضو مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. بطلعها بقى بكامل العجين، وبديها تقليبه كده، واشوف لا يكون في دقيق مثلا في الاجناب ولا حاجه. بديها خلطه كده ببعضها. وبجهز عندي، بكون مجهزه صينيه. طبعا انا كنت مصوراها، بس للاسف الكاميرا كانت مطفيه وانا متخيله ان انا بصور. دي صينيه مقاس 30 في 40، مبطناها بورق زبده. لازم طبعا ورق الزبده، علشان لما تيجي تستوي الكيكه. شايفين حوافل الورق الزبده عامله ازاي؟ عشان تديني مثلا ارتفاع اعلى مثلا من حجم الصينيه، وتاخد راحتها وهي بتستوي. بكون مشغله قبلها الفرن على درجه حراره 180، يعني قبل ما ابدا اصلا في الكيكه بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. وبحط الصينيه في الفرن الاوسط زي ما انتوا كده هتشوفوا معايا دلوقتي. بساوي كل حاجه، بخليها متساويه جدا جدا، يعني من الجناب بحط، من الحروف بحط، وبساويها. وبديها خطوتين زي ما انتوا شايفين كده. لازم، مهم اول خطوه دي يا جماعه، مش مجرد خطوه عاديه، لا لازم، عشان لو فيها هوا ولا حاجه يهبط ويتظبط، يعني تظبطوا توازن الصينيه. ادي ورق الزبده. هي مش مغمقتش ولا حاجه، حتى لو غمقت زي ما انتوا شايفين كده، انا سايباها لغايه ما تستوي عشان ما اشيلهاش. وبص الاقيها معجنه من جوه. سبتها لغايه ما استوت، اخدت مني بالظبط 45 دقيقه. طبعا اي فرن يعني ممكن يكون درجه تسويته مختلف عن التاني، بس انا اخدت معايا 45 دقيقه. ممكن تاخد اقل يعني بالظبط، ممكن درجة التسوية ممكن من 30 ل35 ل40. اخر حاجة ممكن توصلها الكيكة ديت 45 دقيقة، لانها مش مرتفعة قوي. طبعا انا هقطع حسب الطبق بتاعي. انا كان نفسي يبقى عندي الطبق اللي هو المستطيل دوت، بس ما كانش متاح عندي. كان عندي ده بس كان حجم كبير. لو كان اصغر شوية كان هيبقى اشيك في التقطيع. اخدت طبعا المقاسات بتاعتي. الكيكة ديت الصينية دي مقاس 30 في 40 زي ما قلت لكم. هقسمها على 3، بس طبعا 2 كبار وواحدة صغيرة. كل ديسك من دول هقطعه على 3. بالظبط، هي قطعة جميلة جدا وكبيرة، مش صغيرة أبدا، مظبوطة. خدت مني بالظبط، قطعتها 8 قطع زي ما انتوا شايفين كده. كل قطعة هتطلع في طبق. طبعا ممكن نعملها لو للبيت، يعني نحطها في صينية على بعضها كده، بس طبعا دي أنا كنت حابة إن أنا أعملها بالشكل اللي هو اللي بيتباع في المحلات. معانا كوباية ونص من الحليب، حليب عادي خالص، مش سخن ولا يعني دافي ولا أي حاجة، حليب بارد عادي. ودي قشطة لو موجود، قشطة البيت مفيش مشكلة، اللي هي وش اللبن دي. حطيت عليها معلقتين عادين، معلقتين صغيرين سكر، وقلبتهم، وحطيت عليهم معلقتين القشطه اللي زي ما انتوا شفتوا كده، واديتها طبعا يعني ربه كده بالويسك الصغير كده. بس وبحط بقى الكميه المناسبه، يعني اسقي الكيكه، اسقيها كويس جدا، اشربها لبن كويس جدا. بس طبعا ما افورش في الصب عشان ما تبقاش معجنه مني. احط الكميه المناسبه.
هنا بقى هنجهز الكريمة بتاعتنا دي، نص كوباية سكر خشن، سكر ناعم مفيش مشكلة. انا كان عندي سكر خشن عادي، ممكن استخدم اي سكر بس طبعا مش بودرة. وعليها كوباية مية ساقعة متلجة مشبرة، بديها ضربتين كده لغاية ما السكر يدوب. انا كان عندي سكر خشن قوي فخد وقت في الذوبان يعني. طبعا لازم يدوب بنسبة على الأقل خالص، أقل حاجة 70%، علشان خاطر ما يبقاش باين في طعمه واحنا بناكل الكريمة يعني. طبعا نزلت السكر اللي كان على الجناب، طبعا انا كنت معليه السرعه جامد، ففي سكر بيبقى على الحواف العجان كده فبنزله. خلاص كده تمام. بحط بقى كوبايه الكريمه، كوبايه اللي هي المج العادي، وطبعا بفضي عليها كيس من حليب النيدو ده ممتاز جدا، طعمه حلو قوي. لو عندنا السايب ممكن نحط 3 معالق كبار، وبقيه القشطه اللي انا هحطها يعني حوالي معلقتين 3 معالق كبار كده، عشان طعمها يبقى مميز كده، وطعمها يعني طعمها فخم كده وقوي. القشطة دي طعمها حلو جدا. طبعا لو موجود وش اللبن نحطه مفيش مشكلة. هنديها ربتين كده كويسين. على فكرة انا يعني كنت ممكن اضرب الكريم شانتيه الاول بالحليب، وبعدين في الاخر خالص احط القشطة، بس انا نسيت وحطيت كله على بعضه. انتوا بقى خلوا القشطة للاخر كده، يعني بعد ما تضربوا الكريم شانتيه حطوا بقى معلقتين القشطة وادوها يعني ضربة صغيرة. ده هيفرق في القوام بتاعها. طبعا بنضربها يعني وقت كافي، يعني ما تقلش عن 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده قوامها بقى كويس جدا، شايفين متماسكة وحلوة جدا كده، قوامها ممتاز. بقى هنجهز، نجيب كيس حلواني هوريه لكم دلوقتي. ده كيس الحلواني يستعمل مرة واحدة، ممكن نستخدم اي كيس عندنا، ممكن نحط بالمعلقة اي حاجة عندنا ممكن نستخدمها. فده كان متاح عندي فقلت احط فيه الكريمة يسهل عليا وانا بحط الكريمة على الكيك. حطيت كده، مليت الكيس، وطبعا هنزين بقى كام واحدة كده قدامكم. بنحط بقى داير ما يدور الصينية زي ما انتوا شايفين. انا كنت ممكن يعني كانت تبقى حركة كويسة جدا لو انا حطيت الكريمة كلها في الصينية وبعدين قطعت عليها، يعني المرة الجاية أنا هابقى أعمل كده، وأنتم ممكن تعملوا كده. يعني هتسهل عليا تزيين، بدل ما أزين واحدة واحدة يبقى كل مرة واحدة وأقطع وأزين بعد كده أحط اللي هو الجناش في الآخر خالص. دي اسباتيولا ممكن أنا يعني بنجيبها من عند أي مستلزمات حلواني، بتبقى موجود عندهم الأشكال الحلوة ديت، ممكن نزين بيها أي شكل انتوا حابينه اعملوه. ده اسمه مشط، شكل المشط. وزي ما انتوا شايفين كده بنساوي بالاسباتيولا أي أشكال. وطبعا التزيين ده بتاعنا احنا، ممكن نحط كل اللي عندنا، اي حاجة متاحة عندنا. ده صوص كراميل، انا حبيت ان انا احطه في التلاجة شوية يجمد عشان اعرف اشتغل بيه. بجد الكراميل ده طعمه حكاية، معظم الناس بيحبوه، انا من الناس اللي بتعشقه، بجد خطير. طعم وشكل ومضمون يعني، بجد كل حاجة فيه حلوة. وحطيت على كذا حاجة زي ما انتوا شايفين كده الكراميل، يعني اغلب الشغل اللي انا عملته بالكراميل عشان كلنا بنعشقه بصراحة، خطير جدا. موجود عندكم مثلا مكسرات، ممكن تحطوا فاكهة، مانجا، فراولة، اي حاجة، اي صوصات متاحة عندكم، فراولة ممكن تحطوها. التزيين ده بتاعكم انتوا بقى تشتغلوا وتبدعوا وتوروني طبعا تطبيقاتكم. زي ما انتوا شايفين كده، حاجة في منتهى الروعة والجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار مني بكل جديد. وباذن الله الفيديوهات الجديدة جامدة جدا وتعجبكم ونور رضاكم، ويا رب باذن الله الفيديو يكون سهل ومبسط ليكم. وهستنى تعليقاتكم الجميلة اللي تفرحني وتساعدني على الفيديو، وتطبيقاتكم الجميلة، وهنزلها بإذن الله على بوست على الفيسبوك عندي. ويا رب يكون الفيديو سهل وبسيط ولذيذ، وكنت طفة يعني خفيفة عليكم، ودمتم بألف هنا وخير وسعادة. باي باي.